بعد خروج المنتخب السنغالي المفاجئ، وانا هنا بقول لك المفاجئ للاسباب اللي هقول لك عليها دلوقتي، لان منتخب كوت ديفوار اللي بيصعد بسيناريو سيء هو خسارته قدام نيجيريا، ثم بعد كده بيخسر من غينيا الاستوائيه 4، وبيصعد بطلوع الروح كاحسن توالد قدام العملاق اللي كان بيدي اي حد على وشه وهو ماشي، منتخب السنغالي اللي بيصعد بالعلامه الكامله ب9 نقاط. علشان كده بقول لك خروج السنغال المفاجئ. لكن بعد خروج السنغال سمعنا نغمات كتيره جدا، منها نغمه عقبال منتخب المغرب اما يخرج، وانا مش عارف الحقيقه ايه السبب اللي اتقال كده، ولكن بعض الناس تقول لك اصل احنا عايزين منتخب جديد هو اللي يفوز افريقيا، فهو محسسني ان المغرب بقى لها 10 سنين كل نسخه بتكسب افريقيا عادي. ولكن اللي انا شايفه ان ده حقد وغل على منتخب المغرب اللي هو حاليا الممثل الوحيد للمنتخبات العربيه في افريقيا. ولكن كل التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله النهارده قدام مواجهه شرسه امام منتخب جنوب افريقيا، ولكن ان شاء الله منتخب المغرب تحت قياده فنيه كبيره زي وليد الركراكي يقدروا باذن الله انهم يفوزوا ويصعدوا الى دور الثمانيه. ومش بس الصعود الى دور الثمانيه، ان شاء الله كمان المنتخب المغربي يبقى في نهايه البطوله يكون هو بطل النسخه الحاليه افريقيا. وكفايه عظمه لحد كده.